لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. طول النهار ماشية بقول ولبي كده وانا صايمة. عيد أضحى سعيد عليكم وعلى الأمة الإسلامية أجمعين. بدأنا بقى تنظيفات العيد، وهلا تراويح العيد وتنظيفاته كده. قمنا كده شجعنا بقى قبل يوم الوقفة، كان عندنا بقى غسلة هدوم غسلناها، والجو كان جميل أوي تحفة الصراحة ما شاء الله. ابتدت كده بغسيل الهدوم، نقلة كده بغسل حطها. جانا بنتي بقى شجعت وطالبة معاها تغسل شبابيك. يا بنتي يهديك يرضيك ننفضهم؟ قالت لا هنغسلهم يا ماما عشان نحس بالعيد. قلت لها يلا مع نفسك. كنت بساعدها كده واشيلها الشبابيك واحطهم لها في الحمام، وهي تعيش بقى وتلعب في الميه بقى. بس الشباك الكبير ده الصراحه كان كبير ومتعب الصراحه شويه كده، استلمته انا كده وقعدت انفض فيه بكافه مقشه كده، وروقت عليه وخليته زي الفل. خدت لكم الشقه بقى برضو تنفيضه كده مكان الشبابيك. هي خدت الشيش والازاز، وانا مكان الشبابيك كده بقى باللي هي الفرشه او كفه مقشه. هي عندنا كفه مقشه الصراحه يعني مكسوره كده، كانت زي العسل كده في العمايل. روقت على الشبابيك والبيبان برضو، طلعت منهم التنفيض الاول كده اللي هو بتاع التراب، وتنفيضه بقى كده وتفويقه للانتريه برضو. خدته على سهوه كده وقمت عطيله تنظيفه. بتاع الفازة وقعت. قلت لها تأديبة ليكي تعالي بقى اغسلك، انا مكنتش هشيلها من مكانها. قمت رافعه بقى الفرشه بتاع الانتريه، وعاطين للشقه كنسه بقى محترمه بنت ناس كده برضو. ورتبت كده السفرة، كان عليها بقى أدوية، كل حاجة بنحطها على السفرة دي، بنروق دماغنا. عملت لها تروقة حلوة برضو كده على السريع. هي عاملة زي تنظيفة الجمعة كده، بس تنظيفة بنت ناس. قبل ما انسى بس ما تنسوش متابعة في القناة واشتراك وتفعلوا الجرس كده عشان يوصلكوا كل جديد، ولايك وكومنت منكم كده عشان تفتحوا نفسي كده على الفيديوهات الصراحة انزلها لكم وتشجعوني تشجيعة جامدة كده. كومنت منكم كده عشان القناة بس تتفعل كده وتشتغل، وهتشوفوا مننا احلى فيديوهات واحلى يوميات واحلى روتين. اتكوا بس كده، اتك يلا كده على اشتراك او متابعة، فعل الجرس اهم حاجة عشان يوصل كل جديد. خدت انا بقى انا مش عارفة صوتي بيزوم ليه. صراحة دي بعد انا بسجل الفيديو ده بمنتجه بعد يوم طويل بعد يومين طوال عراض. ده اليوم اللي قبل الوقفة اصلا، يعني خدنا تفوقة كده برضو للشقة وشايلين مراتبها. بس احنا بفرش الملاية بس كده على السريع بالليل عشان عمور ما ينامش على المرتبة مباشر. ده كان اليوم اللي قبل الوقفة. ادينا للشقة تفويقة، وطلعت برضو للشقة فوق عند الفراخ روقت عليها، وخدنا كده تنفيضة عنكبوت في الحيطان والسقف والشبابيك كده. يوم كامل معتبر. كان عندي شوية بطاطس تحت الصراحة تحت السلم كده ونضفتهم. المنظر كان لا يسر الصراحة، ما رضيتش اصوره او ما رضيتش كمان اصوره. صورنا بس شقة وهي بتتكنس. شيلنا بقى كل والسجاد ده كانت جانا غسلاه وانا كنت مصورها لكم. ده انا كنت طالعه للفراخ اهو.
بس ايه يعني عشان الفيديو ما يطولش عليكم خدت مقطع بسيط. ده بقى يوم الوقفة النهاردة. طلعت المراتب، نشرت نشرة هدوم تانية، وقمنا كنسين، وقمت بقى عامله لي الجردة المية بكلور، مية سخنة وكلور وشوية بتاع مسحوق عندي بريل يعني كده، حطيته اسمه ايه برسيل، بق برسيل كده باللافندر بقى مع شوية الكلور وبالمقشة، وهاتك بقى الشبابيك والبيبان ده باب البلكونة خدتها وشين الصراحة انا بالمقشة كده، والمية سخنة ومفعفعة كده بلة، اللي هو ما كترش المية عليا عشان ما البخش نفسي والمية تكتر عليا ومعرفش اوديها فين. قمت راحة بس ايه هو جردل كده حط عليه شوية كلور شوية بتاع اهو. المية ما شاء الله والرغوة طالعة نضيفة اصلا، ان احنا بقالنا كام يوم بنكنس ورا بعض كده، وبرضه بنفس الفرشة ونفس الجردل بالمطبخ كده الضفتين اللي هما بيبقوا جنب البوتاجاز كده تفويقة برضو. ودي يعني الحتة اللي عند الحوض برضو عملتها، واللي قدام التلاجة. واخدت البلكونة الكبيرة يا معلم برضو كده ايه زقلطتهم الصراحة، وباب الشقة بالمرة، وخدت الصدفة بتاع السلم. بعد كده هبقى اجيب السلم تاني لوحده. روقنا على الشقة الصراحة. دخلت على المطبخ بقى، انا كنت مجهزة حاجة المحشي الصراحة كده. عاملاه الطماطم دي كانت مستوية، فرمت لها كمان 3 طماطمات كده في الكبة جرشة، وانا بعمل المحشي ني في بعضه كده تك تك تك، وبقوم غاسلة الرز بالمنظر والجمال والحلاوة دي. ودول كنت شاريهم يوم السوق، اللي هو المحشي البتنجان والفلفل ده وكوسة، تشكيلة كده ب20 جنيه. وده محشي كرنب الصراحة نسيت اصوره واحنا بنحشيه. والفراخ دي دول وركان فرخة، قمت انا رايحة مشوحاهم الاول في حلة لوحدهم كده، بقوا 3/4 سوا، قمت حطاهم على وش المحشي وهو بيستوى. والف هنا وشفا اهو. وكان عندي برضو لحمة اهو، كنت معلقة على لحمة وشوربة لحمة وطماطم وبتاع. الحلو بتاعنا ايه صينية بسبوسة على قدنا الحلوة الكمونة الصنانة دي، وطبق مهلبية. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واعملوا مشاركة، وكل سنة وانتم طيبين وعيد اضحى سعيدة عليكم. مع السلامة.